ازاي خسرت 1.5 مليون متابع في اقل من 5 دقائق؟ ده اصعب جزء في رحلتي من فاشل لنجم يوتيوب. تعال احكي لك الاول ازاي اصلا وصلت للمليون متابع. شوف، في 2021 بدات انزل محتوى على تيك توك، وبعد سنه واحده وصلت لاكثر من 600 الف متابع بمحتوى علمي، وكنت من افضل 10 صناع محتوى علمي في الشرق الاوسط على تيك توك. كل ده بدون اي امكانيات، ولا جبت كاميرا ولا اضاءه غاليه ولا اي حاجه. بعدها نظري اتجه لليوتيوب، المنصه الاصعب والاشرس للمحتوى الطويل، شركات وناس معاها معدات، منافسه صعبه جدا، ده غير المجهود الكبير اللي بتعمله في الفيديو الواحد، بتاخد ايام في الكتابه والتصوير والمونتاج. لكن ما همنيش كل ده وقررت ابدا، واستغليت شهرتي اللي انا كنت مكونها على تيك توك. ولكن حصلت الصدمه، بعد اكتر من شهر شغل ما وصلتش غير ل 10,000 متابع. الرقم ده هايل جدا على فكره، يعني في اول شهر ليك على يوتيوب توصل ل 10,000 مشترك، ده حاجه فظيعه. ولكن انا طموحي ان انا مشهور على تيك توك، كان المفروض يجيني عدد اكبر. المهم احبطت شويه، وده علشان انا لما بدات على تيك توك وصلت لاكتر من 100,000 متابع في 3 شهور بس. ولكن تحصل المعجزة، يوتيوب يقرر يقلد تيك توك ويبدأ يوتيوب شورتس، وبالفعل ابتدي انزل محتوى شورتس، وبعد 3 شهور بوم، القناة توصل ل 100,000 متابع، فيديوهاتي توصل لملايين المشاهدات، وسنة ورا سنة اقدر اوصل لاكتر من 1,600,000 متابع على يوتيوب. وقبل ما نيجي للحظة الفاصلة اللي باظت فيها كل حاجة، خليني اقول لك ازاي تعمل فيديو قصير يوصل لاكتر من 1,000,000 مشاهد. انا صنعت اكتر من 1200 فيديو، فبقى لعبة وسهل معايا، في الوقت اللي انا عاوز اجيب مشاهدات بجيب فيه، وده من فضل ربي اولا، وبعد تعب ومجهود وتعليم ثانيا. شوف يا صاحبي، الموضوع معتمد على الخوارزميات. ايه هي الخوارزميات دي؟ الخوارزميات دي موجودة على كل منصة تواصل اجتماعي، على يوتيوب، فيسبوك، تيك توك، اي منصه، ودي اللي بتحدد الفيديو بتاعك يجيب 1,000,000 مشاهده ولا يجيب 1000 مشاهده، وده عن طريق بعض الحاجات اللي هي بتلاحظها. الخوارزميات دي بتاخد الفيديو بتاعك بتديه ل 100 شخص، هل عجبكم ولا لا؟ فلو نفترض ان ال 100 شخص في 50 شخص قرروا يسمعوا الفيديو للنهايه، يبقى الفيديو ده ممتاز، هيبعته ل 1000 شخص ويشوف هل ال1000 شخص كام واحد سمعوا للنهايه، كام واحد عمل لايك عليه، كام واحد عمل تعليق، وكم واحد عمل مشاركة. الحاجات دي هي الفاصلة في أي فيديو. خوارزميات مش بتفرق ما بين فيديو حلو، فيديو وحش، فيديو حرام، فيديو حلال، ملهاش دعوة. المهم الناس تسمع الفيديو للنهاية وتتفاعل معه، وكل ما زادت نسبة المشاهدة، يعني مثلا أغلب الناس سمعت الفيديو 90% منه، 95% منه، كده بتزيد فرص إن أنت بتطلع فايرال وبتجيب مشاهدات أعلى. طيب السؤال اللي وراه، إزاي أخلي الناس تسمع الفيديو للنهاية؟ ازاي اخلي الناس تعمل لايك؟ ازاي اخلي الناس تعلق؟ ازاي اخلي الناس تعمل مشاركة؟ هنا بقى اللعبة. صدقني مش هتلاقي حد يشرح لك المعلومات دي بنفس الطريقة اللي بشرحها بيها، فلو ما عملتش اشتراك دلوقتي اعمل اشتراك بسرعة. واول سؤال هجاوب لك عليه، ازاي نخلي الناس تسمع الفيديو للنهاية؟ شوف يا صاحبي، الفيديو متقسم ل3 اقسام، بداية، وسط، نهاية. البداية كل الهدف بيها ان انت تجذب الشخص، تخليه يوقف، هو واحد بيقلب فانت عاوز تخليه يوقف. هتخليه يوقف ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الهوك. يعني ايه هوك؟ يعني خطاف، بالبلدي صناره بتجيب بيها الزبون، وده عن طريق اول جمله. شفت اول الفيديو بتاعي قلت ازاي خسرت 1,000,000 متابع، فانا جذبت الشخص. وهتلاحظ الموضوع ده في اي فيديو جايب مشاهدات، لازم يكون في خطاف قوي بيجذب الناس يخليهم يوقفوا عن التقليب. طيب ازاي اعمل كده؟ كل ما زاد الفضول زادت المشاهده، يعني لازم الخطاف بتاعك يكون في جزء من الفضول عشان يخلي الناس تسمع الفيديو. فاغلب المبتدئين تلقاهم بيبتدوا الفيديو بمقدمات وحاجات مش جذابه، وده اللي بيضيع عليهم المشاهدات. فاول حاجه اختار جمله تثير الفضول، تاني حاجة تدخل في الموضوع مباشر. ونصيحة، ما تقولش مقدمات بحيث تجذب الناس وانت تكذب. يعني لو قلت لهم اني هوريكم ازاي كسبت 1,000,000 دولار، خليك صادق وقول لهم ازاي كسبت 1,000,000 دولار، الا لو انت بتهزر والمحتوى بتاعك كوميدي مثلا. ولكن خليك دايما صادق في كل حاجة بتقولها، علشان الناس لو فقدت الثقة فيك مش هتسمع لك فيديوهات تاني، لما تطلع لهم هيقلبوا على طول، عارفينك شخص كاذب. انا ممكن اتكلم ساعة ازاي تجذب الجمهور، ولكن دي ابسط معلومات ممكن تبدأ بيها. تاني حاجة وسط الفيديو، وهنا بيوقع فيها اغلب المبتدئين، ومش بس المبتدئين، ده اغلب اليوتيوبرز اللي لسه ما وصلوش لل100 الف متابع. وهي ان انت تحافظ على الفضول ده، دايما تخلي المشاهد مكمل معاه. ودي انا بستخدم فيها 3 استراتيجيات. رقم 1 الستوري، قصة بقولها في بداية الفيديو، كل ما القصة كانت مشوقة وفيها فضول كل ما هتزود معاك نسبة المشاهدة وتخلي الجمهور يسمع الفيديو بتاعك لمدة اطول. تاني حاجة السؤال،
انا بطرح اسئله كتير، فبفتح دوامات صغيره من الفضول. المتابع هو بيشوفني انا عاوز اعرف الكلام ده، ومع كل شويه بديله الاجابه زي المكافاه بالظبط. ان هو سمع معايا الفيديو لغايه هنا فخد ادي مكافاه، يكمل معايا الفيديو اديه المكافاه الثانيه، اجابه على السؤال برضه اللي كان بيدور في دماغه، وهكذا. ثالث استراتيجيه وهي التسلسل، تسلسل منطقي للكلام، تسلسل منطقي للاسئله، تسلسل منطقي للفيديو. يعني ببساطه بتقسم الفيديو وبتقول للمشاهد بتاعك انا هتكلم عن كذا وكذا وكذا، فتخليه دايما منتبه ومركز معاه. اخر ملحوظه صغيره، في حاجه اسمها مايكرو هوك، ودي جمل بتجذبهم تاني في نص الفيديو، زي ركز معايا الحته دي مهمه جدا، زي لما الشيخ يقول لك صلي على النبي، صلي عليه. كل الحاجات دي بتسحب تاني التركيز بتاعك. ثالث واخر حاجه نهايه الفيديو. في نهايه الفيديو اطلب طلب من المتابع، يا حبذا يكون طلب واحد بس، اعمل اشتراك. مستر بيس دايما يقول لك ايه؟ سبسكرايب، اعمل اشتراك، مش عاوز اي حاجه تاني. لكن اغلب المبتدئين يقول لك اعمل اشتراك ولايك ومشاركه وي 100 حاجه، ويقعد يطلب ويعيد ويزيد فيها في قلب الفيديو، ودي اللي بتزهق الناس جدا. فدايما خليك مكان المشاهد، انقد نفسك وحلل هل ده صح ولا غلط، هل انا مرتاح وانا بسمع الفيديو ولا في اخطاء، طب ازاي اطور من الاخطاء دي على قدر المستطاع. حاجات بسيطه بتفرق جدا. في نهايه الفيديو برضو عاوزك تركز ان انت تختم بسرعه. شفت الدحيح بيقول ايه؟ بيقول لا تنسى تعمل اشتراك. السلام عليكم ورحمه الله، بيقفل بسرعه علشان في نهايه الفيديو المشاهدات بتنخفض مره واحده، فما يديش وقت للمشاهد انه يعرف ان خلاص الفيديو انتهى، لا هو قفل على طول. كده خلصنا ازاي الناس تسمع الفيديو للنهايه. اما بقى ازاي يتفاعل معاك بلايك وتعليق، ازاي يعمل مشاركه والفيديو ينتشر بتاعك على منصات تاني، وازاي تحقق ملايين المشاهدات باستخدام تقنيات اكتر، كل ده شرحته في الكورس بتاعي 100,000 متابع في 100 يوم. ودي الرحله اللي انا خضتها على تيك توك وعلى يوتيوب وعلى فيسبوك وعلى انستجرام. كل منصه جبت فيها 100,000 متابع في اول 3 شهور تركيز فقط. خطه وخطوات انا عملتها كل مره كانت بتنجح، وقررت اعملها في كورس مدته ساعه واحده. كورس واخد تقييم عالي جدا 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 على منصه يوديمي. طريقه الاشتراك في وصف الفيديو. نوصل بقى لموضوعنا. بعد ما وصلت 1.5 مليون متابع حصل ايه؟ شوف يا صاحبي، لما بدات في 2021 في بعض الرسائل والقيم اللي كنت عاوز اوصلها من خلال المحتوى بتاعي، زي مثلا ان الصعايده متعلمين ومثقفين وعادي بيعملوا محتوى علمي. وكمان كنت بعمل سلسله عن الصلاه، لان انا خدت فتره كبيره مش بصلي، والحمد لله في ناس كثيره بدات تصلي بسبب السلسله دي. واهم القيم وهي التوعيه عن القضيه الفلسطينيه. انا من لما بدات كنت دايما بنزل عن فلسطين، خدت تحذيرات وحذف فيديوهات كتير على تيك توك، والحساب كان هيتقفل، وتواصلت مع الاداره وليله. بعد ما بدات على اليوتيوب نفس الموضوع، بنزل عن فلسطين دايما. انا كان تركيزي ان انا اوعي الجيل اللي جاي عن تاريخ القضيه. اقل من دقيقه عملت فيديوهات كتير في الموضوع ده، لدرجه ان ناس كتيره من غزه كانت بتتواصل معايا وبتشكرني وبقول لي ان احنا كلنا بنعرفك هناك. وده اللي كان بيشجعني ان انا اوعي الاطفال والجيل الصغير واشرح لهم تاريخ القضيه، التاريخ اللي محدش هيقوله لهم في اقل من دقيقه. انا عاوز ياخد نبذه، وبعد كده لما يكبر يتوسع ويفهم اكتر. ده كان هدفي، ودي كانت الرساله والقضيه بتاعتي. الى ان مع بدايه 2025 اي فيديو كنت بنزله على يوتيوب كان بيوصل لاكتر من 1,000,000 مشاهده. كانت الاحداث زي ما انتم عارفين شغاله في بدايه 2025، واتكلمت عن القضيه الفلسطينيه، وبعد 5 دقائق بالظبط يجيني تحذير بان الموضوع ده مش كويس وما ينفعش تتكلم فيه. بعد كده يجيني تحذير تاني ان تم غلق الربح في قناتك بشكل نهائي. طب يا جماعه ده فيديو ده بدون انذار حتى؟ لا مفيش الكلام ده حذف خالص. حاولت مرة و2 اتواصل مع الدعم، مفيش اي تجاوب. كمان عملوا لي مشكلة تاني وهو تقييد الوصول. الفيديو اللي بيوصل 1,000,000 و2 مليون ما بيجيش يوصل ل100,000 مشاهد، فبالتالي الناس اللي عامله لي متابعة ما تعرفش اصلا ان انا وقفت الشغل على القناة. يعني حسيت بصراحة باحباط شديد، ولكن كنت اسد. يعني بطلع في الفيديوهات اقول انا زي الفل، وعملت قناة تاني يوم على طول ونزلت عليها محتوى. اول فيديو كان ينزل برضه عن فلسطين. اذا انت ما بتحرمش. ولكن بجد يعني فداهم، يعني كان الله في عونهم. احنا يعني هيجي قناه اشتغلت عليها 5 سنين وتعتبر مصدر الدخل الوحيد عندي ومشروع حياتي، ولكن تخيل ان الناس دي بيوتها بتتهدم وبتفقد اسرها، فالموضوع صعب. لو معايا شيء اغلى من القناه بتاعتي اقدمه والله كنت قدمت. وقفت القناه وبدات هنا، وبرضه وصلت ل100,000 متابع وفي اقل من 3 شهور، برغم الضغط وبرغم التعب ده. وكمان كنت منزل فيديوهات قليله، يعني يا دوبك كانوا
60 فيديو تقريبا. لكن المختلف في البدايه دي ان انا عندي العلم وعندي المعرفه، والمليون متابع حققتها على تيك توك وعلى يوتيوب، فهحققها تاني ان شاء الله وثالث ورابع. الموضوع بالنسبه لي مجهود وشويه وقت، لان الحمد لله المعرفه عندي. وده كان اصعب جزء في رحلتي من فاشل لنجم يوتيوب، السلسله اللي ببدا فيها اتعلم مهارات صانع المحتوى ولكن بشكل احترافي. للاسف السلسله كنت بداتها في القناه القديمه ووقفت بسبب الاحداث اللي عدت علي، ولكن الحمد لله رجعنا من تاني، وباذن الله نكمل في السلسله دي. ما تنساش تعمل اشتراك للقريفاني وما تبقاش اناني.